بعد ما نقعت الفراخ 6 ساعات، وممكن كمان تسيبيها يوم بليله في الخلطه الحلوه دي، هتديها كمان طعم احلى. جبت عندي حاجات كده مقطعاها، بصل وتوم، وعندي قرفه عيدان اهي، دي قرفه، وعندي ورقه لورا قسمتها 2، وعندي كمان حبهان. الحاجات دي بقى ايه، هحطها جوه الفرخه، هحطها كده وهي صحيحه يعني، مش هفرم اي حاجه عشان تديها نكهة حلوة وهي بتتشوي في الفرن. وادي كمان الرز بالشعرية خلص، شايفين الرز مفلفل وطعمه جميل ومستوي وكل حاجة. ادي الرز شايفين، وادي الملوخية بتاعتنا خلصت. احلى ملوخية دي ولا ايه؟ ودي الفرخة بتاعتنا بعد ما استوت، ما شاء الله جميلة جدا جدا. بصوا الحاجات اللي احنا حطيناها هنا دي عامله ريحه فظيعه للفرخه وهي بتستوي، يعني انا مش قادره اقول لكم هي بتستوي الريحه كانت طالعه عامله ازاي. لما تكونوا هتشووا فراخ حطوا جواها كده حاجات بصل، توم، قرنفل، فلفل اسمر، حب اللي انتوا حابينه، هيعمل ريحه تحفه في الاكل. بصوا بصوا، واو، بس سخنه مولعه لسه طالعه دلوقتي. بصوا بتدخن ورهيبه. وبعد ما استوت طبعا قعدت حوالي ساعه ونص في الفرن، وخدت كده وش حلو، رهيبه. يلا اتفضلوا معانا ويومكم سعيد.